أول تعليق للإعلام المصري بعد فوز نادي الرجاء العالمي ببطولة كأس العرش المغربي. لن تصدق ماذا قال. لنشاهد التفاصيل، ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت تحب نادي الرجاء الرياضي العالمي اضغط إعجاب للفيديو واشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد. توج فريق الرجاء الرياضي ببطولة كأس العرش المغربي للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوزها على نظيره الجيش الملكي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أضرار ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس العرش المغربي. تقدم يسري بوسوق بالهدف الأول لصالح الرجاء الرياضي في الدقيقة السادسة، ثم تعادل أمين زحزوح للجيش الملكي في الدقيقة 28، وسجل محمد بلوكسوش الهدف الثاني والفوز في الدقيقة 79 لصالح الرجاء الرياضي. وبهذا اللقب يعادل فريق الرجاء الرياضي نظيره الوداد الرياضي من حيث ألقاب كأس العرش المغربي برصيد 9 ألقاب لكل منهما. وقال الإعلام المصري أن الرجاء الرياضي بدأ يعود بقوة من جديد لكي يسيطر على إفريقيا، وهو فريق معروف عليه أنه منافس قوي في إفريقيا، والذي وصل إلى إنجاز لم يحصل من قبل في إفريقيا، حيث وصل إلى النهائي كأس العالم للأندية. يجب علينا أن نكون في حذر شديد من عودة نادي الرجاء الرياضي العالمي بهذه القوة، لأنه سوف يسيطر على إفريقيا مثل ما فعل في التسعينات. ونهنئ جمهور الرجاء الرياضي ومسؤولي النادي على الفوز بلقب كأس العرش المغربي والبطولة المغربية.